رسميا ارسنال يخسر الدوري الانجليزي لحساب البطل المعهود مانشستر سيتي للمره اللي مش عارف كام. بصراحه الجمله دي مش بعيد نسمعها كمان كام شهر من دلوقتي، وانا النهارده جاي اقول لك ليه ارسنال مش هياخد الدوري الانجليزي. فلايكك الجميل واشتراك الرايق ورمضان كريم عليكم، وبس كده انزل بالانترو يا عم. طبعا كل الناس عماله تشكك في استحقاقيه ارسنال للصداره، وانه فريق ممل وفريق الركنيات وكل الكلام الحلو ده. لكن مشكله ارسنال الفعليه هي اللي بتخليه ما يقدرش يحقق الدوري الانجليزي. وطبعا يعني الله اعلم ممكن يعالجوا الامور دي في الفتره اللي جايه، واهم فتره هي فتره الحسم، واللي هتبين فعلا شخصيه الفريق، شخصيه الوينر. وهي دي مشكله ارسنال. مشكله ارسنال ان هو فريق مش وينر، بيكون متحفظ بالشكل ده وبيلعب على المضمون. ده فريق مش شجاع، ولو الفريق اللي قدامه ما بادرش بالهجوم فعادي مفيش مشكله، تعادل سلبي هيكون مرضي. مفيش عقليه فريق فائز بتكون بالشكل ده. حتى ارسنال لو قدر يكسب الدوري السنه دي مش مضمون خالص يكسبه للمره الثانيه على التوالي، لان برضه عقليته مش عقليه فريق بطل. وهفهمك قصدي ايه قدام. الفريق الفائز او الفريق البطل دايما هو اللي بيبادر، دايما هو الشجاع، دايما هو اللي بيجري ورا المكسب، مش مجرد نتيجه مرضيه وخلاص. على سبيل المثال اللي انا بقوله ده مانشستر سيتي في 2018 حسم الدوري قبل اخر جوله، ولكن كان التارجت هو ان هم يحققوا اعلى معدل نقط ساعتها وهو 100 نقطه. لو خدت نظره كده هتلاقي ان المركز الثاني معاه 81 نقطه بس، يعني هم كانوا حاسمين الدوري وبيستريح. لكن الفريق كان محتاج يبني شخصيه. نفس الكلام ده على لقطه كومباني مدافع السيتي في 2019 وهدف حسم الدوري في ليستر سيتي، ولقطه تبين شخصيه اللاعب والقائد في ان هو ياخد قرار زي ده وقت حرج زي ده. نفس الكلام ده هتلاقيه في دوري 2022 وريمونتادا استون فيلا اللي السيتي كان خسران فيها 2-0 لحد الدقيقه 78، لحد ما الفريق قدر ان هو ينتفض، وجندوجان اتجنن ساعتها وحسم الدوري على الدقيقه 85 بفرق نقطه عن ليفربول، اللي لو كان السيتي اتعثر في الماتش ده كان ليفربول هو اللي خطف الدوري. حتى ليفربول بس نسخه يورجن كلوب هو فريق وينر، وسامعك وانت بتقول لي ازاي وهو ما خدش غير دوري واحد بس. وهنا بقى نرجع لنقطه ان ازاي ارسنال لو كسب الدوري هيفضل ما عندوش عقليه البطل، لان عقليه البطل شرط اساسي فيها هي استمراريه الحدث. بمعنى ليفربول كلوب كسب دوري واحد بس لكن كان دايما في الصوره والمنافسه لحد خط النهايه مع السيتي، وكانت دايما بتخلص بفرق نقطه. وده رسخ عن الفريق انه بقى عنده شخصيه بطل يقدر ينافس بيها لحد اخر نفس، عكس ارسنال اللي لو كسب الدوري بالشكل ده مش مضمون خالص الفوز بالدوري السنه اللي بعديها. زي مين يا ترى؟ ايوه صح، برافو عليك، ليفربول ارني سلوت. فريق ما عندوش شخصيه بطل لان المدرب نفسه ما عندوش ثقافه البطل. عشان كده الموسم ده بنشوف ماتشات ليفربول بيخيش فيها بسبب الراجل اللي واقف على الخط ده ما عندوش ثقافه الحسم، فبيعتمد على اللعيبه، ويا تصيب وصلاح يبقى فايق او تخيب والفريق كله يلبس في الحيط. لان سلوت لو شخصيه مدرب حاسم كان قدر يحافظ على اللي بناه السنه اللي فاتت لما كسب الدوري، لكن اللي بناه السنه اللي فاتت اصلا مش بادواته ولا افكاره، انما ده كان ما تبقى من شغل يورجن كلوب مع الحرس القديم. انما ارن سلوت لما اتحط في امر واقع في موسم جديد بلعيبه جديده لبس في الحيط، لان المدرب نفسه فاقد للشخصيه والحسم. وبس كده يا سيدي، ده اللي كان معانا النهارده. ما تنساش بقى تقول رايك تحت في الكومنتات، وكل سنه وانت طيب، واستنوا الحلقات الجايه. وبس كده يا سيدي، سلام.